في ناس كده أهلنا الطيبين تقلت فترة الحرب دي وهم مفقودين. احنا دايرين نطمئن عليهم ودايرين نعرف أخبارهم شنو الحاصل عليهم. اللي هم أهلنا الطيبين فاقدي السند وما أدراك ما فاقدي السند. وبصراحة كده أهلنا الطيبين أنا قاعد كده فجأة كده فكرت في الناس ديل. قلت يا ترى الناس ديل هسه حاليا كده هم عايشين كيف في ظل الظروف الصعبة دي. لأنه في ناس يا أهلنا الطيبين قبل الحرب ده يعني ما شاء الله ناس مقتدرين هسه حاليا بيعانوا، فما بالكم بالناس ديل. فأنا متأكد تماما إنه الناس ديل أهلنا الطيبين محتاجين خدمات ومحتاجين مساعدة، محتاجين بني آدم يمد لهم يد العون. فيا ريت يا ريت يا ريت يا أصحاب المنظمات وأصحاب المبادرات والناس الخيرين إنكم تسألوا من الناس ديل، لأنه الناس ديل بصراحة محتاجينكم، وده وقتكم إنكم تساعدوا الناس ديل. فوالله بصراحة كده أهلنا الطيبين زي ما أنت عارفين ظروف صعبة جدا جدا. فيا ريت أي بني آدم في يده إنه يقدم مساعدة للناس ديل يقدموا. ودمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه. سلام. سنبل سنابل صوت الحق، اللي بنقدم لكم نصيحة وبكرة بنكتشف لكم حقيقة، وفي المقابل ما عايزين ضريبة، عايزين مجتمعنا يكون معافى من كل عاداتنا الخير حميدة.